السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. أتمنى من كل شخص يشاهد الفيديو أنه تشترك بالقناة إذا كنت ما مشترك، وتفعل جرس الإشعارات حتى يوصلك الخبر. كذلك أنه تحط لايك للفيديو دعما لنستمر. إضافة أتمنى من الجميع أنه تنضمون إلى قناة التليجرام اللي موجود رابطها أسفل الفيديو في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. قناة التليجرام مختصة بنشر أخبار التربية، بنشر أخبار كل ما يهم البلد، ملخصات، حذوفات، أسئلة تخص نصف السنة. ذني كليتن راح تلقوهن قناة التليجرام، وأي شي تريدوه مفعل ميزة المحادثة، يعني تقدر انه تكتب لي بالتليجرام اي شيء تريده بخصوص يا مادة، ان شاء الله ما راح اقصر وياكم بهذا الخصوص. طلابنا الاعزاء، التربية توضح امكانية التنسيق لتعطيل الدوام بايام الامطار، وتحدد موعد العطلة الربيعية. يعني راح تكون تعطيل الدوام يعتمد على المدارس، على مدراء المدارس، حسب المنطقة، حسب الأجواء اللي داخل المنطقة المدرسة، إنه تقدر تداوم ما تقدر تداوم، أمطار موجودة قوية لو مو قوية. هذا الشيء كله راح يصدر بكتاب رسمي إن شاء الله بالأوقات القريبة القادمة. كذلك العطلة الربيعية راح تبدي في بداية شهر شباط المقبل وتنتهي بمنتصف الشهر. كما أكدت الوزارة أن العام القادم سيشهد انتهاء من تكييف المناهج الدراسية. يعني السنة القادمة إن شاء الله إذا الله كتب لنا عمر أنه ماكو أي تكييف للمناهج. المناهج راح تكون ثابتة وكاملة.